السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عالم أمور والطبخ والأشغال اليدوية. مرحبا بكم معايا من جديد، فيديو جديد، وصفة جديدة إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. وهاد الأيامات إن شاء الله مع الفيديوهات القدام اللي دوزوا عندي أكثر من عام ولا عامين ولا عام ونص في التليفون، وعاد كتب أنني نشاركهم معكم لقمة الباشا اللي كانت ترند واحد الوقت. كنت أنا جربتها الصراحة وكنت بغيت نشاركها معكم، ولكن للأسف ما كتبش. يلا كتب دابا أنني نشاركها معكم. حلوة تركية، مهم. هي زوينة بنينة. المذاقات كيبقاو على حسب الاختيار. يمكن لكم ديروا بحال انا درت هنايا شوكولا، يمكن لكم ديروا قهوه، يمكن لكم ديروا الكوك، يمكن لكم البسكوي، انكم كتحكموا في. يمكن لكم ديروا بسكوي بالشوكولا كما درت انا. هذا البسكوي اختاريت هذا بالشكلاط. يمكن لكم ديروا بسكوي عادي ديال الشاي، لكم الاختيار، يعني كيبقى اختيار لكم. انا خديت تقريبا هنايا كما كتشوفوا 6 ديال الباكيات ديال هذا البسكوي. راه فيه واحد الحشوه لداخل ديال الشكلاط، غادي نطحنو. والمرحله التاليه غادي ندوز باش نوجد هذاك لاصوص اللي غادي نديرها فوق البسكوي، اللي فيها سكر وشكلاط والحليب والمايزينا. والطبقه الثالثه غادي تكون بالكريمه. انا عندي مازال الكريمه شطت يعني عليا من واحد الوصفه، وهي اللي استعملت ما ضيع زعما باش ما نضيعهاش، استعملتها في هذه الوصفه. هنا خديت هذاك البسكوي من بعد ما طحنته مزيان كيف ما كتشوفوا، فرشته في واحد البلاطو. يمكن لكم ديروا من تحت السلوفان. الا كان البلاطو ما كيلصقش من الاحسن بلاش. انا درته غير هكاك، يعني ما فرشت فيه والو وما دهنته بوالو. باش نوجدوا الطبقه الثانيه، هنايا خديت واحد الكاسرونه كيف ما كتشوفوا، درت فيها 2 معالق تقريبا ديال السكر حبيبات، 2 معالق ولا 3 على حسب المايزينا ولا النشا ديال الذره، ونص يطرو ديال الحليب. من الاحسن ديروا 3 حتى 3 ونص ديال المعالق باش تجيكم لاصوص عاقده. انا جاتني خفيفه شويه وخلاص. انا خدمتها هنايا بالزربه، يعني ما خليتهاش، خدات حقها في التبراد في الثلاجه، ما خليتهاش تبردت مزيان. دغيا وجدتها بالزربه. هنا كيف ما كتشوفوا الخليط من بعد ما حركته بارد في بارد، درته فوق العافيه وغادي نبقى نحرك كيف ما كتشوفوا حتى نحس بهذاك الخليط بدا كيعقد. التحريك المستمر، ما تحيدوش يديكم من الكاسرونه باش الخليط ما يلصقش لتحت، يعني داك النشا ما تهبطش لتحت وتلصق. هنا كما شفتوا انا جاني خليط شويه جاري، ولكن واخا هكاك جات زوينه الصراحه. زدتو مربعات ديال الشوكولا، نتوما وجهدكم. يمكن لكم تزيدوا حتى قهوه سريعه الذوبان، كتعطي واحد المذاق رائع، كيجي فن بالنسبه لعشاق القهوه. خويت هنا الخليط كيف ما كتشوفوا فوق هذاك البسكوي اللي مطحون. غادي نحاول نقادلو هكا الوجه، وغادي نحطو حتى يبرد واحد شويه. من بعد غادي ندخلو الثلاجه باش يعقد. نعاودو نكرر انكم تزيدوا معلقه ديال النشا باش يجيكم الخليط عاقد شويه على هذا. واخا هو هذا تا هو جا زوين، انا بالنسبه ليا جا زوين عجبني، ولكن باش ما يعذبكمش باش تبغيو طويو هذاك باش ديروا ديك لي رولو ديال لقمه الباشا ما يعذبكمش. هنا غادي نخليوها تتبرد كما قلت لكم، بعد غادي ندير الكريمه من الفوق. هنا من بعد انا ما خليتهاش بردات بزاف حيت وليداتي واقفين عليا باغيين يجربوا، باغيين يذوقوا. ايوا دغيا زربت عليها. خديت الكريمه. كما قلت لكم راه كانت شايطه عليا من واحد الكاطو كنت صايبته. الكريمه كانت عندي حتى هي عاقده بزاف، يعني بايته من البارح كانت عاقده. غادي نحاول ما امكن انني ندوزها هكا فوق هذا الخليط مزيان حتى نغطي داك الوجه كله. نحاول نغطي هذاك الوجه كله بالكريمه غير بشويه حتى باش ما يتخلطش ليا الشكلاط مع الكريمه. واخا هي جاتني صعيبه شويه الصراحه باش طلقتها حيت الكريمه بارده. الكريم شونتي هي اللي بارده، والكريمه التحتانيه مازال شويه دافيه، ما كانتش بارده مزيان في الثلاجه. هنا خلطت كما كتشوفوا، عفوا درتها من الفوق كما كتشوفوا هكا، دوزتها على الوجه كامل. كنحاول نغطي هكا داك الفراغات اللي بقاو غير بواحد سباتيل. كما كتشوفوا انا كندوز وهي كتجر معايا حيت الكريمه التحتانيه مازال سخونه. هنا بغيتو تخليوها تبرد شويه، مازال تتشد في راسها.
بغيتو تروليوها دغيا. انا هنايا دغيا شديت واحد الموس كيف ما كتشوفوا، قطعتها هكا شرائط، وغادي نحاول ندير منا نديرولو هكا، نروليها. الحجم ديال الرولو كيبقى على حسب نتوما وقداش بغيتو. انا هكا قسمتهم مربعات باش يجيو صغار، ما يجيوش هكا كبار بزاف. وهنا شكل نهائي. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش دائما التعاليق ديالكم الزوينه والبارطاج للفيديو، وصدقوني كتجي زوينه بنينه، ما غاديش تندموا اذا جربتوها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.